بقول لك يا زميلي، نعم. ممكن تلقط لي صورة وحياة ابوك؟ سهلة جدا دي. ماشي حبيبي. اتفضل. ثواني، ممكن تنزل الظهر بس؟ ننزل الظهر. ارجع بقى ورا شوية. ماشي. ايوه وشك هايل. لا انت تاخد صورة تانية على فكرة مع القبة بقى، ربنا يخليك. او انت بتشاور على القبة. صح. لفلي بقى ظهرك كده. صح. عشان عايز اجيب لك القبة في الخلفية حبيبي. خلصت؟ ها يا زميل، خلصت؟ يا النار مدوحس، الواد خد الموبايل وخلع. مع انه منبه عليا ما اديش ظهري لحد ابدا. احمر قوي. ايه الجامعه دي؟ ايه الجامعه دي؟ بقولك يا بس الولد ده ايه القمر ده؟ قمر فعلا، بس شكله جاي من الارياف. هو جاي من الجيت طازه. على فكره الدكتور اللي هنا بيفصل البنات عن الولاد. ليه يعني ان شاء الله؟ ما احنا طول عمرنا كنا في مدارس مشتركه ومحدش قال لنا حاجه، وخدنا الثانويه بادبنا كمان. ليه ان شاء الله؟ واخده الثانويه من امريكا ولا حاجه؟ وليه لسه دي طيبه انسه والنبي، يعني هي مش ناقص. ليه كده كسفتي الواد؟ ما كانش قصدي والله. ايه؟ ما تزعلش مني، انا كنت بهزر معاك. خلاص يا انسه ما حصلش حاجه، بس يعني اصل دي اول محاضره ليا في الجامعه، واول ما جيت موبايلي اتسرق مني. وده حصل ازاي؟ انا اقول لك، بس انا كنت داخل من الباب الرئيسي بتاع الجامعه، دخلت وكنت عايز بقى اتصور بقى ايه في الجامعه بقى وكده، واول مره اشوف، فقمت منادي الواحد قلت له معلش صور، قام مصور، قال لي بقى ايه لف عشان اخدك صوره مع الام. قمت لفيت، لفيت له ورجعت تاني ما لقيتوش، اخد الموبايل. ايه قلتي له ايه؟ لا ولا حاجه. تريب. ايه الجامعه دي؟ دوق دي بقى. ميرسي يا حبيبي. بالهنا والشفا. ميرسي يا حبيبي. تأمريني بحاجه تاني؟ ميرسي يا رضا، شكرا. النهارده جالي طالب في المكتب، انما ايه فظيع، حاجه تفرح يا هاله، ورغم كده سنه كبير. انا برضو عندي طالب نفس الحكايه كده وسنه كبير برضو. لا بس ده ايه بقى، ده اشترى كتابي وقراه كويس قوي من الجلده للجلده. ده قاعد يتكلم في المعاملات البنكيه كانه دكتور، قاعد يتكلم في الحلال والحرام وفقد القيمه. طبعا انا عارف رايك في المعاملات البنكيه. يا دكتور انت عارف ان انا ضد النظريه دي. اوه، طالما قلت يا دكتور يبقى في خناقه ومش هناكل. ولا خناقه ولا حاجه، بس انت اصلك بترمي لي كلام كده من تحت لتحت، وبعدين الطلاب اللي عندك مقتنعين بوجهه نظرك. انما قولي لي، انت لسه بقى مصممه في موضوع رسالتك ان المعاملات البنكيه حلال؟ دي وجهه نظري على فكره، وفي فقهاء محللين ده. بس انت مش شايفه انه عيب قوي انه دكتور زي كبير صاحب نظريه ومحضر رساله دكتوراه مراته يكون ليها نظريه اخرى مختلفه عني؟ ولا غريبه ولا عيب ولا اي حاجه، عادي، هي الدنيا كده كلها اختلاف وجهات نظر. طبعا مش غريبه فعلا، انت مش محجبه. الحجاب ده حاجه بتاعتي يعني. وعلى فكره بقى، في بعض الفقهاء قالوا انه الحجاب اصلا مش فريضه. النقاش معاكي بقى مستحيل. يونس، انت لما عرفتني وانا كده اهو مش محجبه،
ولما طلبت تتجوزني برضو طلبت تتجوزني وانا مش محجبه، ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش. ممكن بقى تقفلي على الموضوع ده؟ انا خلاص عرفت، سديتي نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ المعلم سالم. ثانية واحدة يا معلم. معلش حاكم أنا لوحدي. الله. اتفضل أهلا وسهلا. ايه عايزين امشي بزيارتي؟ لا 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 اتفضل اتفضل أهلا وسهلا. تعيش يا اتفضل. ساتر. احسن برضو عشان الشقه تتهوى. أهلا اتفضل اتفضل يا معلم. اتفضل. وليه بس الكلفة دي؟ دي حاجه بسيطه، حلاوه الزناتي بقى وخروجه من السجن. الله، هو في سجن ايه يا صباح؟ ده محيرني يا أخويا، مش هحتطني معاه. كل ما ينقلوه سجن يعمل مشاكل، يقوموا ناقلينه سجن تاني. نفسي ازوره، وحشني قوي. لا خليك مرتاح، ما أنا بوصل له السلام. بتكدبي ليه يا صباح؟ ليه بتقول كده يا معلم؟ مش فاهم. كدبتي علينا ليه؟ ليه؟ بس زناتي يموت يا صباح وما تقولناش. حرام عليكي يا شيخة، حرام عليكي. حبيبي يا زناتي حبيبي. اهدى يا معلم، ما انا ما كنتش عايزه ازعل الناس، وبعدين نصيبنا كده، هنعمل ايه؟ لو الزناتي مات يا صباح احنا كلنا حواليكي، واللي يرشك بالميه هنرشه بالدم. وحقك في الموقف غصب عن التخين، محدش هيشاركك فيه. كتر خيرك يا معلم. ياه، وكاتمه كل ده في قلبك. انت اصيله قوي يا صباح. ده من اصلك الطيب يا معلم. بقول لك يا صباح، خلي الواد بودي يصور كل المواد اللي عايز يبيعها، واي حد يكلمك، اي حد شاوري لي بس بطرف عينك كده. طب اما اقوم اعمل لك شاي. لا على ايه بقى؟ انا لازم انزل بقى، ما انت عارفه مش عايزين يعني حد يلسن علينا ويقول المعلم سالم عند صباح واختها وابنها في الشارع. بقول لك يا صباح، اديني فرصه باخوكي وابو بودي في نفس الوقت. تصبح على خير يا ست الكل. وانت من اهل الخير. حبيبي يا زيناتي حبيبي. اخويا وابو ابني، شوف الكهن انت هتعملهم عليا، بس عرفت ازاي يا سالم؟